فكره وصلني جات لنا في 2010. احنا كنا مجموعه شباب، كل واحد بيشتغل في حته، مهندسين. لاحظنا ان في مصر كميه التكنولوجيا اللي بتستخدم بقت كتير. الناس بقت معاها كلها سمارت فونز. كميه الناس اللي بتدخل على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك بتكتر. عدد الناس اللي بتستخدم الانترنت كتير جدا. فالحقيقه كنا بنفكر ازاي نستخدم التكنولوجي دي، يا اما نقدم حاجه مفيده للبلد او نحل ازمه موجوده. فما كانش فيه قدامنا ساعتها ازمه اكبر من ازمه المرور في مصر. من اكبر المشكلات اللي موجوده في مصر وفي القاهره بالذات مشكله الزحمه. فكنا بنفكر ازاي المستخدم اللي راكب عربيه ومعاه سمارت فون، اللي هي اللي بقت منتشره قوي في مصر في الاخر، يعني ازاي يقدر يبلغ الناس التانيين عن طريق السمارت فون ان في زحمه في مكان معين، فالباقي يقدروا يتفادوا المنطقه اللي فيها الزحمه، فنقلل المشكله يعني شويه. بس فمن هنا بدات فكره وصلني كموبايل ابلكيشن. هو بيتيح لاي مستخدم ان هو يشوف الحاله المروريه في طريق معين، فيقدر يعرف الطريق ده والله زحمه او الترافيك فلو ماشي كويس، فلو زحمه يبدا يدور على بديل. طيب هو ده الابلكيشن، دي الفيتشرز اللي عندي في المنيو اللي على الشمال ديت. من اهم الفيتشرز ان انا اقدر اشوف لسته بكل الطرق اللي في القاهره الكبرى والحاله المروريه اللي فيها. فمثلا تعالى كده نتشيك مثلا الطريق الدائري رينج رود. رينج رود ده هلاقيه متقسم سيجمنتس، يعني انا مش بقول لك حاله الرينج رود كله لانه هو طبعا كبير جدا، متقسم سيجمنتس. فعندي مثلا هنا المنيب للاوتوستراد مثلا لونه اخضر، معنى كده ان هو الترافيك فلو عليه كويس جدا. عندي مثلا هنا نفق السلام للمحور في الاول احمر، معنى كده في مشكله او حادثه او بوتل نيك، وبعد كده اخضر، فانا بدي برضو تفاصيل عن الزحمه. في عندي الترافيك ماب اللي هي خريطه للطرق للقاهره الكبرى ملونه حسب حاله الترافيك. فمثلا عندي هنا كوبري مايو احمر في الاتجاه اللي هو اللي جاي عندنا هنا مثلا وسط البلد. مثلا عندي لو بنبص على الرينج رود اللي جاي من مصر الجديده فهو اخضر، اللي جاي من مصر الجديده اخضر، فكده الترافيك كويس. عندي فيتشر اسمها الووكي توكي. الووكي توكي ده بيتيح للمستخدمين ان هم يتبادلوا رسائل صوتيه يتكلموا عن حاله الترافيك. وعندي مودريتور بالنسبه لوصلني بيقول لك الاحداث المهمه، يعني مثلا الصبح مثلا بيقول ان ميدان التحرير كان مقفول، فانت والابلكيشن بس شغال وانت سايق وجاست سايبه كده بتسمع اوديو ترافيك فيد، بتبقى مهمه جدا. الناس بنفسها هي اللي هتريبورت الكلام ده لبعضها، هي اللي هتوصل الكلام ده ببعضها. في حاجه اسمها الكراود سورسنج او التعهيد الجماعي، عارفين كده زي ويكيبيديا. ويكيبيديا دي موسوعه اللي بيكتبها الناس واللي بيقراها الناس هي اللي بتبروفايد الماتيريال. بنفس الشكل وصلني اليوزرز بتوعه اللي بيقدروا عن طريقه يعرفوا حاله الطرق هم نفسهم مصدر المعلومه دي. احنا تخيلنا مثلا ساعتها، يعني كنا بنتخيل لو في عندنا 10,000 او 20,000 واحد بيستخدموا وصلني في جميع انحاء القاهره، والناس دي معاها الابلكيشن، وكل ما يبقى في طريق زحمه بيريبورت ان الطريق ده زحمه وياخد صوره ليه ويحدد سرعه الطريق بتكنولوجي كده بسيطه. فكنا متخيلين لو 10,000 دول بيغطوا القاهره كلها هيقدر بقيه الناس يعرفوا حاله الطرق وياخدوا طرق كويسه ويسيبوا الطرق الزحمه. في اللحظه دي بقى بدانا ناخد خطوات جديه علشان نعمل الموبايل ابلكيشن ده. ما استنيناش بصراحه، يعني كل واحد في شغله عادي جدا. بدانا نديفلوب الابلكيشن. كان ساعتها الكلام ده يعني في نهايه 2010 طلع اول فيرجن من وصلني في 10/10/2010. طلعناه ساعتها على البلاك بيري وعلى النوكيا. كان هي دي النوكيا سيمبيان القديم، ما كانش فيه ويندوز فون، ما كانش فيه كده. فدي الاجهزه اللي كانت في ايد الناس ساعتها. مش هتتخيل من غير ما نعمل اي دعايه للابلكيشن، من غير ما نعمل اعلان واحد، تتخيلش كميه الناس اللي عملت داونلود للابلكيشن. في اول 6 اشهر لقينا 100,000 داونلود. الناس لانها حاسه بحجم المشكله، والناس لانها شافت ان حد فعلا بيوفر لها التول اللي تقدر عن طريقها تحل المشكله ديت، بدات تتفاعل وبدا الموضوع ينتشر من شخص لشخص. وعلى طبعا السوشيال ميديا، وكان التويتر ساعتها بيبوم جامد وكده. فبدات الناس يعني وورد اوف ماوث كده تنقل لبعضها ده وصلني ده حاجه كويسه وفعلا افكتيف وفعلا بيساعدني ان انا اتجنب الزحمه وكده. فهي دي كانت البدايه الحقيقيه. النقطه بقى يعني المرحله الفارقه لما احنا حسينا فعلا ان الابلكيشن فيه داونلودز والموضوع بقى بجد. يعني احنا كنا متخيلين كده ان هو
وصلني دي هتبقى مبادره. يعني ادركنا بقى ان وصلني ديت هتتنقل من حته انها مجرد مبادره او انيشيتيف كده الشباب عاملها لبعد جديد. احنا بنتكلم دلوقتي لا ده احنا محتاجين ناس تساعدنا، محتاجين ستاف، محتاجين الموضوع يتحول لشركه، محتاجين ديفلوبرز وديزاينرز وناس بتاعت ماركتنج وناس قاعده على السوشيال ميديا تساعد الناس الى اخره. فلا الموضوع هيتحول بشكل تاني خالص. في ساعتها يعني لحسن الحظ كان في جوجل عامله حاجه اسمها مسابقه جوجل ابدا او جوجل ستارت، كان النقطه ان في ناس بتكمبيت على احسن فكره عشان هتاخد دعم فلوس وتبدا تتحول لشركه. يعني بس قصه انكيوبيشن وقصه ان انت تتحول لستارت اب وكلام من دوت. قدمنا في المسابقه، عدينا كذا مرحله كذا فيز، ووصلنا للمرحله النهائيه، ولسبب او لاخر ما وفقناش. بس المكسب الكبير كان كذا حاجه. اولا المسابقه ديت وفرت لنا ان احنا يعني نكونكت او نتواصل مع ناس كتير في المجال، في مجال البيزنس، في مجال رياده الاعمال، في مجال الاستثمار انفسترز. فمن هنا لقينا في مؤسستين بيكلمونا. مؤسسه عندها استعداد انها تستثمر في وصلني وتحتضن وصلني لغايه ما يبقى شركه تقوم على رجلها. والحاجه الثانيه ان في احدى شركات الموبايل عرضت علينا انها تسبونسر او ترعى الابلكيشن. من هنا بقى بدانا الانطلاق الفعلي، من هنا بدانا الانطلاق البروفيشنال. بعضنا ساب شغله، يعني كنا في ناس كانت شغاله في شركات كبيره قررت خلاص ان احنا هتسيبها علشان تتفرغ للستارت اب الجديده. وبعضنا كمل في شغله عادي في شركات انترناشونال وكل حاجه، بس بيتابع برضو بشكل يومي. ومن هنا بدأنا خدنا فند من او يعني استثمار من الشركه الحاضنه او الانكيوبيتر، ووقعنا العقد مع شركه الموبايل وبدأنا ننطلق. يعني لو قلنا الكلام ده حصل في بدايه 2012، فاحنا مثلا كنا 4 أو 5 أفراد. النهارده في 2014 احنا 25 فرد. دلوقتي احنا كوصلني موجودين على تقريبا كل منصات الهواتف الذكيه، عندنا 450 ألف مستخدم. بنشتغل مش في مصر بس، الحمد لله بنشتغل في مصر وفي الكويت، وبنستهدف بقية دول الخليج خلال 2014. ممكن يكون مثلا احنا في الكويت القصة مختلفة شوية. يعني الكويت ما عندهمش زحمة قوي على قد ما عندهم حوادث. يعني هي عندهم طرق دائرية وطرق سريعة، بس الناس بتبقى حابة قبل ما تنزل تعرف طب هو في حوادث، طب الحوادث فين، طب اقدر اتجنبها ازاي. فنفس السيناريو